ايه الصفة اللي لو الانسان او الراجل خصيصا امتلكها بقت عنده، هو مش محتاج ان هو يشتغل على شخصيته في اي جانب من الجوانب التانية؟ يعني ايه الحاجة الجوكر اللي بقت عنده، هيبقى عنده ثقة وجرأة والكلام ده كله؟ فكرت في كل حاجة لوحدها كثقة كجرأة، حسيت ان هي مش كفاية، لسه هيبقى ناقصه حاجات برضه، لحد ما توصلت لحاجة واحدة بس اللي لو بقت عنده هو حرفيا مش محتاج يشتغل على اي جانب من جوانب شخصيته، ان هو ما يبقاش على حاجة. فكر في اخطر محارب انت تعرفه، اشجع مقاتل شفته انت في حياتك، هتلاقي بكل بساطة ان هو بيخش القتال او الحرب اللي هو داخلها دي هو مش باقي على حياته، هو مستعد ان هو يموت دلوقتي وهو داخل في نيته كده اصلا. هتفكر في اغنى حد انت تعرفه، اكتر حد معاه فلوس، هتلاقي ان هو خد ريسك، الريسك ده كان كفيل ان هو يخليه متسول، هو ما كانش فارق معاه وكان مستعد لكده، رغم من كده خد الريسك لان هو مش فارق معاه، مش باقي على حاجه. فكر في اكتر حد البنت اللي معاه بتحترمه، هتلاقي ان البنت دي عارفه ان هي لو قللت من احترام الشخص اللي معاها ده بكل بساطه هيسيبها، لان هو مش هيبقى باقي على شخص مش بيحترمه. نفس الكلام في كل حاجه، اكتر حد بيعرف يتكلم بيبقى عنده ثقه يتكلم قدام الناس، ما بيفرقلوش ان هو يقول اي حاجه قدام اي حد وبيقولها بكل وضوح. نفس الكلام هتلاقي ان هو مش فارق معاه راي الناس. فانت ما تبقاش على حاجه، لان محدش بقى على حاجه.